التشخيص الدقيق، ما ودي كان أقول هذه الكلمة عن القصة دي، لكن أقولها لأهميتها. نعم صحيح. حتى طلب مني بعض الفضائيات أن أطرحها ورفضت، لكن أنا بطرحها. تفضل. ليه؟ لأنها مفيدة جدا. أذكر أن كنت في أحد البلاد العربية، فكنا في دورات ودي، ثم طلب مني أن في بنت شابة في العشرينات، يقول لك أصبح لها موقف وأغمي عليها، استيقظت لا ترى، ما تشوف. ودوها المستشفيات، قالوا والله ما في، فحصوا عضوية سليمة، فقالوا ما دام سليمة إذن تلبسها جني. طوالي هذا أول ما يخطر على بالك. تشخيص سريع. فذهبوا إلى بعض المعالجين، أكد، اللي يقول انها اصيبت بعين، واللي يقول مس عاشق، واللي يقول انها محسوده. اتى بها اخيها الي، فناقشت البنت، عرفت ايش المشكله، مجرد ما تكلمت عرفت القضيه. فقلت شوف، اعطيت البنت طبعا جرعه، وكنت اقصد بجرعتي مخاطره عقلها الباطن. البنت باختصار كانت تريد شابا، خطبها وكان الملكه قريبه، فجاه ابوها رفض ويبي يزوجها رجل اخر غصبا عنها. حاولت ضربها، اغمي عليها، فاصابها، هو نوع من كما يقول اهل الاختصاص اساتذتنا اطباء النفس يقولون نوع من انواع الهستيريا التحوليه، وهو ان عقلها حل ياتي من العقل الباطن لهذه المعاناه، انها لا ترى حتى العريس ينصرف. سبحان الله. فقلت انا خاطبتها باذن الله نقنع الاب ان شاء الله ما تاخذ الا رجل تريدونه، كاني اخاطب العقل الباطن برساله عاميه بسيطه، يقول لي يا اخي انت مسبب لنا مشكله، خلاص احنا بنحل المشكله بس تفكنا من الاثر اللي احدثته الان. كانت جرعه اخاطب فيها العقل الباطن، ثم قلت لابد تذهب الى طبيب نفسي، لازم، ما له داعي تروح لطبيب نفسي، لازم تروح لطبيب نفسي لانه اخبر مني واعلم هذا الجانب، واحتاج احتمال يعطيها ابره ايضا لها اثرها الطبي عليها، وان شاء الله تقوم بكره قد ترى. اليوم الثاني اذا اخوها يتصل، يا شيخ البنت شوف، البنت ترى، الحمد لله فتحت البنت وصارت نوع من الهاله الاعلاميه علي، يظن التقوى وصلاح فيني فكت السحر ولا فكت الجن. لا، البنت ما كان فيها لا سحر ولا فيها جن ولا فيها عين ابدا، كان فيها مرض نفسي. صدمه نفسيه، لا مو مرض، لا لم تصل درجه صدمه نفسيه. صدمه نفسيه. وانت الحمد لله متخصص في المجال هذا، وهذا الحمد لله متخصص في الارشاد وليس في الطب شيء اخر، الطب نفس الشيء. نعم. والارشاد. لا انا اقصد ان الانسان ملك يعني المعرفه في هذه الجوانب حتى لا تختلط عليه. كم من معاناه ظنوا انها من السحر والمس والعين وهي بعيده عن ذلك كله، وعلاجها والله انك تمتص تلك الصدمه أو توجه المريض توجيه سليم صحيح، وأيضا تتكاتف أنت وأهل الاختصاص. أنا كلمة ودي أقول أختم بها، شوف تغمزني لأنه ما بقى وقت. إنه هناك تكامل بين الأطباء النفسيين وبين الرقاة، كلاهما يعالج هذا المريض. صح. إذا اتفقوا والله سوف نرى ثمارا إيجابية عجيبة، وإذا افترقوا سوف نرى الثمار الحنظلية على من؟ على المرضى أنفسهم. إن في 3